سلام غالياتي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. ليكم وحشة كبيرة، سامحوني على الانقطاع اللي دام بلا كتر على شهر. كان عندي مشكل تاع الانترنت، ما نقدر نمونطي، ما نقدر نحط فيديو. بصح راني رجعت بإذن الله وما جيتش بيديا فارغين، جيتكم بوصفة تاع البرغل كيما تاع المطاعم بالضبط. جربوها مش راحين تندموا عليها، وهذا ما يليق دوكا راهو بدا يدفى الحال. هذا واش يليق لنا. بسم الله، نبداو على بركة الله. نقصوا حبة بصلة شرائح صغيرة ومعاها مغرف كبيرة تاع الزبدة، نحطوها فوق النار تذوب لنا وتدبل لنا البصلة، ونزيدو نقصوا الفلفل والسنارية والفلفل الحار والجريوات دي كوب، وعندنا التوابل: راس الحانوت، فلفل حمار الحلو والحار، الملح، الفلفل الكحل، الكركم، وتوابل الدجاج. نربيو تاني حبة طماطم صغيرة ونص ملعقة تاع الطماطم المصبرة، ونكونوا غسلنا البرغل 2 مرات ولا 3 ونحطوه يقطر. انا هنا عندي قيسه جوج كيسان معمرين مليح تاع البرغل. كي تذوب لنا الزبده وتتقلى لنا البصله مليح، نلوحوا فيها الخضروات تاعنا كامل اللي كنا قصيناها من قبل، ونزيدوا لها تاني التوابل، ونزيدوا لها طماطم، ما نساوش تاني الملح، ونحطوها فوق النار على نار ذليله، ونحركوا كلش في بعضها، ونزيدوا لها ايضا البرغل تاعنا. نخلطوا شويه برك فوق النار، من بعد نمرقوها. عندك كاس تاع برغل ما يعادل 2 كيسان تاع ماء، يعني انا هنايا درت لي 2 كيسان برغل وربع كيسان تاع الماء. ديروها طيب على نار متوسطه، ونروحوا نقصوا السكالوب تاعنا طراف مكعبات كيما تاع الشوا، نزيدوا لها الياغورت الطبيعي، ونزيدوا لها نفس التوابل، وشوا نزيدوا معاهم برك توابل تاع الشاورما، ونزيدوا لها عصره تاع الليمون. ندخلوا كلش في بعضاه مليح، ومن بعد نغطيوها بابي فيلم عفوا، ونحطوها في الفريجيدير لمده ساعه. كي يشرب لنا الدجاج تاعنا هذاك الخليط مليح، تحبوا تقليو السكالوب تاعكم مباشره، ولا ديروه في لي بغوشات كيما انا وتشويوه في المقلاة وتقدموه بهذه الطريقه مع البرغل. اكله صيفيه بامتياز وكيما تاع المطاعم. جربوها ماكمش راحين تندموا. واستنوني في المزيد من الوصفات ولمسه ميلينا ترحب بكم. الى اللقاء.